هابي فالنتاين. ازيكم يا جماعه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ ايه يا جماعه التاخير ده؟ ايه ده بجد؟ والله قاعدين بقى تقولوا هننزل فيديو، انا نفسي قبل ما مشاعر الذنب تطلع. فتمام، وحشتوني جدا. الفتره اللي فاتت دي عملت فيكم ايه؟ احكولي. يعني انا عايزاكم بقى تكتبوا لي كده الفتره اللي فاتت دي عملت فيكم ايه. احداثها كانت كتيره جدا جدا جدا، كان عندنا كميه تراجع في الكواكب. من شهر 8 و9 ده كان في حاجات كتير قوي لحد 18 يناير. اكتبوا لي، قولوا لي مين رجع لكم. يعني مش، انا بصوا مش بتكلم على التوأم بس، اكسات، اصحاب، علاقات، كل حاجه توأم. قولوا لي بقى بالظبط كده ايه اللي حصل الفتره الاخيره دي معاكم. ايه رايكم في عصر الدلو؟ احنا خلاص كده دخلنا في عصر الدلو، شايفين الاحداث اللي فيه عامله ازاي. انا هسيب لكم، انا مش عارفه انتوا شفتوا الفيديو، الناس اللي فيكم ما شافتش الفيديو بتاع عصر الدلو هسيبه لكم، مهم يا جماعه اتفرجوا عليه. تمام. شايفين الاحداث، شايفين الدنيا بتقلب وبتتغير ازاي. ولسه احنا الشهر الجاي كمان عندنا زحل الحوت. ده زحل الحوت ده ان شاء الله باذن الله اعمل لكم كده فيديو تاني كده لوحديه. زحل الحوت ده بقى يا جماعه انكشافات انكشافات انكشافات. ده احنا هنقول اسرار للصبح. انا مش عايزه اقول لكم، انتوا اصلا قولوا لي الفتره اللي فاتت دي ايه الانكشافات اللي حصلت عندكم. وحشتوني جدا. يعني بصوا انا ممكن ان الفيديو ده نقعد نتكلم فيه بس عواطف، لان هو شهر الحب اساسا. بس احنا عندنا كلام كتير قوي، انا عايزه الحق اقوله لكم، يعني عايزه الحق اتكلم. تقريبا انتوا هتزهقوا مني من كتر الرغي اللي احنا الفيديو ده قاعدين. يعني انتوا ممكن تجيبوا حاجه كده تشربوها وهتقعدوا بقى تسهروا معايا. يا جماعه انا ممتنه جدا 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 لكل حد منكم معايا في الرحله دي، في رحله الوعي اللي احنا كلنا فيها دي. مبسوطه جدا. طبعا قريت كل كومنتاتكم وتقريبا انا حفظتكم كلكم. يعني انا عارفه مين بالظبط بيبقى على طول بيتابعني وبيخش يكتب وكده. مبسوطه قوي ان انتوا معايا، مبسوطه ان الفيديوهات عجباكم. ما تزعلوش مني. هقول لكم عليه كان لازم. بصوا هو كل فتره، بصوا كل وقت باوانه بصراحه. هقول لكم بالظبط الاختفاء ده كان لازم ليه وكان لازم يحصل خلاص. عشان بس بصوا خلينا اجيبها لكم كده. هو فاكرين اخر فيديو قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان شهر اخر فيديو كنا بنتكلم، قلت لكم في عند اليانج عندهم هم في ناس هم في عز الاختبار، هم في عز الكارما بتاعتهم. تمام. خليني اقول لكم ان اصلا شهر 8 وشهر 9 اللي فاتوا دولت هم كلهم ابتدت كل العلاقات التوكسيك والعلاقات الكارميه، سواء بقى توائم او حتى مش توائم، ابتدت اصلا تقع وحصل عندهم انفصال خلاص. والموضوع هيكمل. يعني انتوا زحل الحوت اللي احنا داخلين عليه ده، يعني بصوا هيشيل ما يخلي، عارفين الطريقه دي. لان زحل الحوت ده هو اصلا فتره روحانيه، على ان هو جاي علشان الناس ترفع استحقاقها، وعشان الناس هيجبر الناس ان هم يواجهوا نفسهم جدا، يشتغلوا على استحقاقهم الذاتي. ويقيموا العلاقات بتاعتهم كلهم، سواء بقى كانت علاقات عاطفيه، علاقات اصحاب، علاقات شغل، كل حاجه هتتغير فيه. زحل الحوت يا جماعه هيبقى مختلف، هيبقى فيه توقعه الغير متوقع. وعصر الدلو كله هو كله هيبقى كده اهوت خلاص. فكان لازم ان انا بصراحه كان لازم ان انا ابعد شويه، لان لا انا ابقى بتدخل. لان انتوا عارفين لو احنا هنفضل نتكلم وناس عندهم اختبارات، احنا كده هيبقى ايه؟ كان احنا بالظبط انا وانتوا بنتدخل في الاختبارات بتاعتهم، بنتدخل في الكارما بتاعتهم. فانتوا هيبقوا عليكم كارما وانا هيبقى عليا كارما. بالذات ان انتوا حتى انتوا نفسكم بتقولوا لي، والناس اللي معايا شغالين كمان في الجلسات بيقولوا لي، يعني احنا ما بنتكلمش هنا في طاقه الهارب، احنا بنقول معلومات. وعايزه اقول حاجه بمناسبه طاقه الهارب دي يا جماعه، انا ضده تماما تماما موضوع ان انتوا تفضلوا تتفرجوا على فيديوهات طاقه الهارب خالص. انا بمنتهى الصراحه بشوفها اصلا عكس تماما طريقه تشافي بتاع توائم الشعر اساسا. ده غير ان انا بحسها انها مخدر قصير، عارفين بيبقى كده حاجه مخدر كده قصير كده اهوت. انتوا بتبقوا خلاص ادمنتوا ان انتوا عايزين تعرفوا الهارب عامل ازاي، حياته عامله ازاي. مش بتاعتنا خالص. لان المخدر ده اولا انتوا كده كانكم بتاكدوا، انتوا قاعدين بتدوا طاقه احتياطي، طاقه ان الفيديوهات دي انتوا مش عارفكم ان انتوا مش عارفكم ان انتوا من ضمن المجموعه اللي عليهم الكيسز ديت. ما توائم الشعلة في فيهم حاجات بيبقى جنرال وفيهم حاجات مختلفه جدا. هو انتوا التشافي بتاعكم زي بقيه التشافي بتاع توائم الشعلة؟ انتوا تضمنوا منين ان انتوا مش سابقين الناس التانية اللي معاكم؟ انتوا عارفين ان لما حد بيبقى سابق في التشافي بتاعه ويفضل يسمع الفيديوهات دي، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ذبذباتكم بتقل وبيقلبوكوا اكتر على التوائم بتوعكم.
فاهمين قصدي؟ انا سمعتها كتير جدا بقت بتتقالي سواء توائم او غير توائم اصلا، ان هم يقولوا لي احنا كنا بنكتشف بعد كده ان التوائم ما كانوش بيخونوا، ما كانوش بيعملوا، ما هو بس احنا كنا خلاص اتقلبنا او اتضايقنا. طب ليه بتنكدوا على نفسكم؟ انتوا اصلا مش عارفين الحقيقه. فما تقعدوش تسمعوا في حاجه وهم انتوا ما تعرفوش. ده غير ان انتوا هتربطوا ذبذباتكم مع ذبذبات تانية، انتوا مش عرفكم اذا كان الناس التانيين فعلا ماشيين في التشافي بتاعهم صح ولا غلط. فانتوا بتقللوا من تشافيكم، بتقللوا من ذبذباتكم. خلاص بصراحه هو انا ما بحبش، يعني ما كنتش عايزه اتكلم في الحته دي، بس انا من كتر اللي بشوفه معايا في الجلسات وانتوا اغلبكم بيسمع طاقه الهارب، انا شايفاها ضد تماما تماما. يا جماعه انتوا بتتقلبوا على التوائم بتوعكم وانتوا مش عندكم الحقيقه. انتوا عارفين اللي هو بتقعدوا تسمعوا حاجات جنرال عامه جدا وكانكم بتخمنوا. فده غلط. وبتدوا طاقة احتياج وبتشبكوا مع الناس اللي انتوا الله اعلم ما تعرفوش اذا كان هم اصلا بيعملوا ماشيين في التشافي بتاعهم ولا لا. فانتوا بتقللوا من نفسكم ومن طاقتكم وبترجعوا وتبعتوا للكون طاقة احتياج. خلاص ان التوأم مش موجود، اللي هو طاقة تعلق، اللي هو اصلا عكس تماما تماما اللي احنا بنقعد تقول يا جماعه بننهي التعب. من الحاجات برضو اللي خلتني ان انا فضلت ان انا ابعد شويه اللي هو خلينا اتفرج كده من بعيد، لان الفتره اللي فاتت دي يا جماعه هي اصلا كانت فتره فيها تراجع كل الكواكب. يعني احنا كان عندنا التراجع بتاع عطارد دوت. تراجع عطارد ده انا عايزاكم تحكوا لي ايه اللي حصل فيه، لان تراجع عطارد ده كمان انتوا هيبقى فيه علاقات رجعت لكم واكسات وكل الكلام ده. بصوا كل الناس اللي رجعت الفترة اللي فاتت دي وبالذات لحد يناير 18 يناير العلاقات دي اساسا الكون كان مرجعها علشان حاجة اسمها موازنة كارما. خلاص حاجة اسمها انتوا الاختبار فهمتوه ولا انتوا لسه هنعيده تاني من اول وجديد؟ فاهمين عايزة اقول ايه؟ يعني العلاقات اللي رجعت لكم ديت حتى لو كانت احنا هنا بنتكلم على التوأم مش راجعة علشان استقرار ونفضل مكملين ونبني، لا العلاقات دي كانت مهزوزة. الفترة دي أصلا كانت فترة فيها ضبابية بنسميها كده، فترة مهزوزة. فالعلاقات اللي رجعوا فيها مش علاقات راجعة على أساس إنها تكمل، قد ما هي راجعة علشان انتوا كاختبار ليكوا إن انتوا اشتغلتوا على نفسكوا فعلا ولا هنعيد تاني الاختبار، أو انتوا محتاجين ترجعوا تاني التشافي بتاعكوا. فاحنا فيها دي اللي هو الفترة اللي هو ابتداء من الشهر ده، لا العلاقات دي راجعة ثابتة، والعلاقات دي راجعه عندها اسس. وانتوا برضو عليكم ان انتوا تقيموا، عليكم ان انتوا تعرفوا العلاقات دي سواء هنا انا بتكلم توأم او غير. برضو من الحاجات بصراحه يعني اللي كانت مضايقاني برضو الفتره اللي فاتت، او اللي انا نفسي بقى اللي كانت انكشافات عندي انا، ان هو كان بيجي لي ناس بيقولوا لي ان انا في ناس بتبقى مستنيه بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي عشان ياخدوا المعلومات اللي فيها بيعملوا الفيديوهات بتاعتهم، او ان هم يحطوها في جلسات التشافي بتاعتهم. خلاص يعني من الاخر كأن بيحصل زي سرقه كده هوت او حاجه كده. وفي ناس بقى تانية للاسف ان هم محسوبين على الوعي يعني للاسف يعني، وبيتكلموا في علاقه توأم الشعلة ومع ذلك متضايقين ان احنا بنقعد نحلل ونتكلم ونكشف حقائق ومش عارفين وشايفين ان احنا كده يعني بنأثر في الجلسات بتاعتهم. فدي من الحاجات بصراحه. بصوا كل الحاجات دي كلها كانت مضايقاني بصراحه، مش هكدب عليكم. قررت كده بقى ان انا اخد خطوه كده لورا وابتدي بقى اتفرج يعني اشوف كده هوت. انا مش هكدب عليكم، معرفش ان اذا كان الناس اللي هم اللي انا بكلمكم عليهم دولت فعلا توائم شعلة ولا لا، لان انا لما ابتديت الفتره اللي فاتت ابتديت بقى راجع واشوف حاجات ومش عارفه ايه، انا شاكه ان هم اصلا توائم شعلة. انا بشوف ان نفس الاجابات بنفس الاسئله بنفس الحاجات، ما بشوفش اي معلومات جديده. فخلوا بالكم كويس قوي انتوا بتسمعوا لمين. انا من ناحيتي انا مقتنعه جدا يا جماعه ان كل انسان ربنا خالق لكل حد البصمه بتاعته. خلاص لحد هياخد رزق حد، ولا حد هياخد يعني المتابعين بتوع حد، ولا جلسات حد، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص يعني. فده غير ان انا الحمد لله يعني كرمتي دمها تقيل بصراحة يعني كرمتي صعبة وتقيلة ليا وعلى اللي حواليا كمان. فأنا سايبة يعني ربنا بقى يتولاني في الحتة دي، وأنا بس قلت أطلعها عشان أنا مش هقفل الشكرة الحلقة عندي. فانا مش فانا شايفين انا بتعامل ازاي، عشان شايفين بنتعامل ازاي هنا ما بنخبيش وما بنجيش على نفسنا. خلاص حاجه مضايقانا بنتكلم عادي. فانا بقول لكم عشان دي كانت حاجه فعلا مضايقاني قوي من الحاجات اللي ضايقتني الفتره اللي فاتت. فحبيت ان انا اتكلم فيها يمكن، وبعد كده مش ما اعتقدش ان انا هبقى بديها اهتمام، بس قصدي من الحاجات اللي انا فعلا كنت محتاجه ان انا اطلعها. خلاص
وبمناسبة بقى الناس اللي هم عامة، يعني احنا بنتكلم عن الناس اللي في الوعي عامة، خلوا بالكم من حاجة. لو في فرق ان حد يبقى مقدم نفسه ان هم مدربين توائم شعلة، تأكدوا من حاجة يا جماعة. لما يبقى حد مدرب توائم شعلة، فعلى الأقل على الأقل تأكدوا ان هم يكونوا بس وصلوا لحتى ان هم يبقوا عدوا 50% من تشافيهم ومن وحدتهم النفسية، عشان يقدروا ان هم يبقوا بيقدموا لكم معلومات او بيقدموا لكم جلسات. خلاص. لكن اللي انا ملاحظته، هقول لكم تعرفوها ازاي بمنتهى البساطه جدا. انتوا عارفين يا جماعه ان لو حد فعلا عدى مرحله ال50% دي، هتلاقوهم ايه؟ هتلاقوهم عندهم بيظهروا عادي، بيتكلموا بشكلهم، بحقيقتهم، باسمهم الحقيقي، مش مستنيين ان هم يبقوا من ورا شاشه، او ان صوتهم بس، او ان هم يبقوا مخبيين اساميهم. انا اكتشفت ان في مفروض يعني ناس ومش قايلين حتى هم مين، وفي منكم انتوا بتروحوا لهم جلسات وتقولي خلاص. فخلوا بالكم، لان ده انتوا ما تعرفوش طاقتهم عامله ازاي، وانتوا كده بتشبكوا طاقه، الله اعلم انتوا بتشبكوا طاقات مع ايه. فخلوا بالكم جدا من الحته دي. تمام. تأكدوا ان انتوا لو فعلا حد عامل التشافي بتاعه، تأكدوا وعدوا ال50%، هتلاقيهم بيظهروا عادي. ليه؟ لانهم هيبقوا تعاملوا مع مشاعر العار، الخوف من كلام الناس، الخوف من الرفض، الخوف من المجتمع هيشوفهم ازاي. خلاص. فما ينفعش يبقى حد يعني في علاقه بالعمق بتاع توائم الشعله دوت ويبقى مستخبي من ورا شاشه، ويبقوا بيقول لكم تعالوا خدوا جلسات. خلوا بالكم جدا انتوا بتدوا طاقتكم وبتسمعوا لمين. اوكي. غير لو حد مثلا بيدي اي خدمه تانية او اي كورس تاني، مش لازم ان هو يبقى بيبان. فاهمين قصدي؟ دي حاجه تانية، لانه مش لازم يوصل لوحدته النفسيه. اوكي. فانا دي برضو حبيت ان انا ااكد عليها، علشان برضو ايه ابقى قلتها وانتوا تبقوا عارفين يا جماعه. اوكي. وكده كده زحل الحوت يعني هو بصوا هو مش هيتوسط. يعني انا بقول لكم زحل الحوت حقيقي هو هيشيل ما يخلي. يعني هو هيكشف حاجات كتير جدا، اسرار كتير وانكشافات هتبان، سواء في علاقات، سواء في اصحاب، في كل. وحاجة برضو تانية، الناس اللي بتزعل في شوية كده بيزعلوا من الكلام اللي احنا بنقوله. خلاص. هما يعني شوية من اليانج بصراحة. بصوا من الاخر كده، انتوا مادام انتوا موجودين هنا معايا، انا بتكلم هنا مجموعة اليانج اللي بيتضايقوا من الصراحة اللي احنا بنتكلم فيها في الكلام. فمعنى كده ان انتوا ارواحكم عاملة معايا عقد. تمام. فما تتوقعوش ابدا ان انا هنصف الايجو بتاعكم على روحكم. تمام. فانتوا معلش قبل بقى ما تجيلوا الفيديو كده اهوت، قبل ما تخشوا الفيديوهات بتاعتي لو سمحتوا سيبوا الايجو بتاعكم، او اعملوا له كده ستريتش شويه. خلاص. نو ستريتش. وبعدين ايه؟ عشان ما انتوا مشكلتكم ان انتوا الهارب في الحياه ديت، فما تتوقعوا، ما انتوا الهارب يعني، فالهارب لازم ايه؟ وانتوا كمان اللي عليكم ان انتوا تجيبوا اليونون الخارجي. يعني الين بيجيبوا الداخلي، الاتحاد الداخلي، انتوا اللي عليكم تجيبوا الخارجي. فطبيعي ان احنا مش هنسيبكم، يعني هنفضل كده وراكم ونقول كلام يضايقكم لحد ما تتشافوا. بس انا يعني ابتداء طبعا من الفيديو ده هنبتدي بقى نقول ليه هما اليانج هما الهاربين في الحياة ديت. هنبتدي نكشف بقى شوية كده انكشافات واسرار. اعتقد ان الاوان بتاعها يعني، يمكن قبل كده ما كانش ينفع احنا نتكلم فيها، بس بما اننا خلاص دخلنا في عصر الدلو وعصر جديد. تخيلوا انتوا حقبة 2000 سنة اتقفلت. خلاص. عصر الانفصال هو عصر اللي فات ده، اللي هو عصر الحوت ده، كان عصر الانفصال. حتى لو انتوا كنتوا لاحظتوا هتلاقوا ايه؟ كان دايما في اللي هو البنات في ناحيه والولاد في ناحيه، ودول ما يقعدوش مع دول، وفي كده خوف دايما، في حته ترهيب كده هوت. الحب دايما بيتاخد في حته وحشه، والحب دايما بيتبصله كانه حته مشاعر عار، لان ممكن يجي منها حاجه وحشه او يتعمل منها ذنب. فاهمين قصدي؟ ده خلى ايه؟ خلى الانعكاس بتاعه داخليا احنا عندنا، بقينا احنا من جوانا بقى في انفصال. الراجل بقى من جواه منفصل عن الست بتاعته اللي جواه. انا هنا بتكلم عليكم انتوا نفسيا. خلاص. هو بقى منفصل، هو اصلا مش حاسس ان جواه في واحده ست. هو اصلا الطاقه الانثويه اللي جواه دي هو ما يعرفهاش، مش متصل بيها، ما يعرفش احتياجاتها، مش قادر يفهمها، ولا قادر يفهم المشاعر بتاعتها. خلاص. فبالتالي هو مش قادر يدعمها. تمام. الناحيه التانية الست بقت حاسه ايه؟ هي كمان مش عارفه الراجل اللي جواها ده احتياجاته ايه. هي مش قادره تفهم الراجل، الطاقه الذكوريه دي عباره عن ايه، صفاتها عامله ازاي، بيحتاج ايه. فهي مش عارفه تحتويه. فانتوا متخيلين الانفصال بصراحه هو كان داخلي وخارجي. العصر الدلو ده مختلف تماما تماما. ده عصر الوحده اساسا. ده عصر ان احنا بنوصل لوحدتنا النفسيه. عشان كده بقول لكم هو عصر الاكتمال. بنبتدي بنبتدي صفحه جديده 8.
بمناسبة بقى الفالنتاين وشهر الحب وعيد الحب وكده هوت، وبمناسبة ان انا اتأخرت عليكم، فانا عايزة اصالحكم و... وعايزة اعوضها لكم بصراحة. فانا قلت بقى، فكرت في حاجة ان شاء الله كده هوت، انا بإذن الله هختار 2 ياخدوا معايا جلستين هدية. خلاص يعني انا هختار شخصين، حد هيبقى، بصوا بقى، حد هيبقى عيد ميلاده في شهر فبراير، تمام، وحد هيبقى بمناسبة عيد الحب. فاكتبوا لي في الكومنتات ايه انا حطيت من جوايا، حطيت النيه ان انا عايزاها توصل للاشخاص اللي فعلا ياخدوا معايا يعني الشخصين اللي هياخدوا معايا الجلسات يبقوا فعلا هم محتاجينها الفتره دي، ومحتاجين دعم في الفتره دي. خلاص، فانتوا اكتبوا لي، قولوا لي انتوا حد يعني، ادوني كده نبذه عن القصص بتاعتكم، وقولوا لي ليه ممكن تبقوا عايزين تاخدوا الجلسه. خلاص، وانا كده، او انا على فكره يا جماعه هختار بطريقه عشوائيه جدا، يعني انا سايباها اصلا على ربنا، هو هختارها بطريقه عشوائيه عشان بس محدش يزعل. اوكي. تفتكروا الفيديو النهارده هنتكلم على ايه؟ قولوا احنا مش هنتكلم عن ايه، ده احنا هنجيب العيد. بصوا، هو الفيديو النهارده عن التلاعب. يعني انا الفتره اللي فاتت ديت بصراحه شفت كميه كيسز وسمعت كميه حالات، ما لقيتش حاجه احسن غير من كلمه التلاعب. تلاعب كنتوا ببعض، خلاص بصراحه، يعني تلاعب توائم الشعله بدون وعي منكم ببعض، تلاعب الايجو بتاعكم ببعض بنفسه. خلاص، يعني انتوا تلاعب الايجو بتاعكم بارواحكم. اوكي، تلاعب الوعي الجمعي بيكم، تلاعب المجتمع بيكم. اوكي. التلاعب بقى اللي بيحصل بقى عامه في الكون، اللي انتوا كل شويه قاعدين بتسمعوا حاجات كده غريبه، صح ولا غلط؟ فاهمين قصدي؟ التلاعب اللي حاصل في الكون، الظروف، الحرب، كل اللي. بس عايزه اكلمكم على حاجه قبل ما نخش في موضوع التلاعب دلوقتي. اخدتوا بالكم بما ان احنا في في عيد الحب، اخدتوا بالكم من جينيفر لوبيز وبين افليك عملوا ايه في عيد الحب؟ خدتوا بالكم الموضوع دوت؟ هما راحوا عملوا ايه؟ راحوا عملوا تاتو هما الاتنين، يعني عملوا ختمة على الجسم، خلاص، بأساميهم. بصوا، انا مش متابعه بصراحه علاقتهم هما او نوع العلاقه بتاعتهم عامله ازاي، يعني انا قعدت افكر، انا مش عارفه هل هما مثلا توائم شعله، فهم كانوا الفتره اللي فاتت اللي في اخير، يعني المدار اللي معرفش يمكن ايه 18 ولا 20 سنه، مش عارفه السنين اللي فاتت دي، يعني هما هل كانوا بيخلصوا فيها كرماتهم وبيخلصوا فيها التشافي بتاعهم، فهم كده دي اخر حاجه وصلوا لوحدتهم فهم عملوا كده، ولا هم اصلا لا دي هم علاقه عاديه جدا وهم قرروا يعملوا كده. يعني انا مش عارفه الاختام دي، احنا دي كده بنسميها نوع من انواع الاختام. خلاص، وانا بحكي لكم القصه دي عشان عايزه اخدها من ناحيه تانية. الاختام دي هل هم عاملينها من حته خوف؟ وبالذات جينيفر لوبيز، خلوا بالكم ان هي اصلا كانت من المره اللي فاتت هو سابها، فهي كان عندها خوف، هي كانت خايفه ان هو يعمل معاها نفس الموضوع دوت تاني في المره دي. فهل هما مثلا الفتره دي عملوه، هي حتى كاتبه عليها كوميتمنت، اتعملت من خوف ولا من حب؟ تمام. الفكره في ايه؟ الفكره ان الطريقه اللي لما احنا بنعمل الاختام دي او التاتوهات دي او الاسامي دي، لو هي مش علاقه توأم شعله، علاقه عاديه مثلا حصل بعد كده فيها انفصال او ما كملوش مع بعض او علاقتهم بعد كده بقت وحشه او فيها توكسيك، انتوا عارفين ايه اللي بيحصل؟ الحياه اللي بعد كده لما بنروحها هما، لان هما خلاص كأن في حفر او كأن في بنسميها الختم دوت، فهم حتى لما يجوا يخشوا في اي علاقة تانية خلاص بقى، ما هو احنا دخلنا مثلا في الحياة الجديدة التانية اللي هي لما الحياة اللي جاية، خلاص انا بكمل دلوقتي على الحياة الجاية، احنا بننسى. اوكي، فهم هيحاولوا يخشوا في، كل واحد فيهم بقى يحاول يخش في علاقة عاطفية تانية، هتلاقيهم مش هينفعوا ومش هيبقوا فاهمين السبب بسبب الموضوع دوت، فيحتاج ان هم يخشوا في صحوة روحية، في اعادة تذكر، عشان يفتكروا ان هم ده احنا ادينا وعد لبعض ان احنا مش هنبقى مع حد او اشخاص تانيين غير بعض. وفي نفس الوقت لو هم كانوا زي ما بقول لكم كانوا توكسيك في الحياة ديت، فتخيلوا هم كمان هيروحوا تانية حياة جديدة، مش هيعرفوا يبقوا مع اي حد تاني لان علاقتهم مش هتبقى ماشيه، لانهم في الحياه اللي فاتت اللي هي دي ادوا لبعض عهود بكده اهو. خلاص، فانا حبيت بس اشرح لكم الحته دي عشان تبقوا فاهمين الحياه عامه بتمشي معانا ازاي. بالنسبه بقى لتوائم الشعله، توائم الشعله انتوا فعلا بيبقى عندكم الاختام دي، خلاص، بس الاختام دي بتبقى ربانيه. يعني ايه؟ يعني ده ربنا بيبقى عاملها على الختم على الارواح بتاعتكم. هنتكلم اكتر عن الموضوع ده ما تقلقوش، يعني ده حاجه اسمها ايه، اللي اسمها سول برنت يعني او بلو برنت. خلاص، عباره عن ان كل روح فيكم بيبقى لها، انتوا الاتنين، بصوا هو احنا قلنا ان هي روح مقسومه، خلاص، انتوا الاتنين عليكوا
نفس الروح، نفس رقم الروح، خلاص، نفس البصمه الروحيه. اوكي، فعشان كده من حياه لحياه 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 بتفضلوا تنزلوا، ولازم بتتقابلوا في كل حياه، وتبتدي القصه من اول وجديد، وبنعيد القصه من اول وجديد، وبتفضل الدنيا ماشيه. برضو الفترة اللي فاتت كان في أفكار كده يا جماعة ابتديت أحسها بتتقال حوالين علاقة توأم الشعلة. هي بصراحة غلط خالص. يعني إيه؟ يعني في ناس شايفة إن هو ده العادي، إن علاقة توأم شعلة دي العادي، إن إحنا الناس بيخشوا فيها تمام، فبيحصل بيقابلوا توائمهم، بيتشافوا، وبعدين يظهر توأم الروح. أوكي؟ لا، العلاقة دي كده مش علاقة توأم شعلة على فكرة، خلاص. توأم روح حاجة وتوأم شعلة حاجة، خلاص. ومش ان هي ان احنا لازم يظهر توأم شعلة وبعدين يظهر توأم روح، لا. ده معنى كده ان انتوا لو انتوا الكيس ديت، فده معنى كده ان انتوا مش ما كنتوش في علاقة توأم شعلة حقيقية، لان في حاجة اسمها توأم شعلة مزيف، خلاص. وده اللي احنا برضو بنسميه، بنحطه تحت العلاقات النرجسية، خلاص. فده حاجة تانية خالص. لكن توأم الشعلة الحقيقي، انتوا من الاول، من اول يوم ليكوا على الحياة على الارض، نازلين بعقد اسمه توأم شعلة، خلاص. وهنبتدي عشان كده بقول لكم الفيديو، ابتداء من الفيديو ده حقائق تانية بقى هنبتدي نتكلم فيها بمنتهى الصراحة، خلاص. فانتوا من اول يوم ليكوا على الحياه في الارض هنا اهوت، انتوا عقدكوا عقد توأم شعلة، خلاص. انتوا المجموعه، فاكرين كنت بقول لكم اخر فيديو، انتوا المجموعه اللي ربنا راح منزلها علشان يساعد بيها الكوكب ان هو اولا يرفع الذبذبات بتاعه الكوكب، لان احنا دلوقتي بنعدي من حقبه لحقبه، يعني من فتره الحوت لعصر تاني جديد اللي هو عصر الدلو، خلاص. فالارض مش عارفه تنقل نفسها، مش عارفه تنقل البعد الخامس، خلاص. خلوا بالكم حاجه، احنا دلوقتي بنعاني من حاجتين. في ناس اللي احنا كنا بنقول، اللي انا كنت بقول لكم عايزين يسيطروا على الكوكب، هم لسه قاعدين، هم طبعا مش هيسلموا بسهوله خالص، اوكي. ده هم عايزين الدنيا تشعلل اكتر وتبوظ اكتر عشان يعرفوا وبينشروا الخوف اكتر، الحروب اكتر، زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني اوعوا تفتكروا، هو ما فيش حاجه عشوائيه خالص، خلاص. الحرب اللي هم قاعدين عايزينها دي وبيسرعوها مش عارفين، ما ده طبيعي عشان يلحقوا يعملوا المخطط بتاعهم بسرعه بسرعه، يلحقوا يسيطروا اسرع، يلحقوا يضعفوا الناس اسرع. حسوا ان الوعي ابتدى يزيد، لا نلحق نسيطر عليه، كل الكلام ده، خلاص. فانتوا عندكم من ناحيه، في عندكم ناس قاعدين اهم، قاعدين ماسكين وعايزين ان هم يكملوا المخطط بتاعهم، تمام، عشان يكملوا سيطرتهم على الكون، اوكي. ومن الناحيه التانية ان فعلا الارض ابتدت تغير نفسها، ذبذباتها ابتدت ترتفع، زي ما كنت بحكي لكم في الفيديو بتاع عصر الدلو. هيبقى في تغيرات، في بلاد هتختفي، وفي بلاد تانية احنا مثلا لما كنت مثلا بقول لكم ان عامه الفتره بتاعه السنتين ونص اللي جايين دولت بتوع زحل، يعني بس ليه هو الفتره دي احنا بنقول عليها تبقى بصراحه بتبقى فتره صعبه وفتره كرميه، انا مش هكدب عليكم، يعني هي هتبقى فتره. بصوا يا جماعه، عشان الناس اللي بتقولي احنا امتى نقدر نعيش حياتنا ونحس ان احنا قادرين نعمل فلوس وكده، بصوا يا جماعه، في ناس بجد اللي هتبقى عايشه من روحها، يعني عايشه من الخطه الالهيه بتاعتها، خلاص. يعني لو ليهم بقى علاقه، مركزين على نفسهم وعلى التشافي بتاعهم، ومركزين على الاهداف بتاعتهم وعلى نفسهم، فاهمين قصدي؟ عايشين من التفرد بتاع روحهم، هم عايشين من الروح اللي ربنا خلقها بجد، نفخه الروح فيهم يا جماعه. خلوا بالكم، عصر الدلو عصر التفرد، مش عصر الكوبي بيست، مش عصر ان احنا نشوف ايه اللي ناجح دلوقتي ويلا نعمله، مش هينفع. ده دلوقتي بقينا عصر الزمن اختلف، اوكي. عصر كل ما حد قدر ان هو يدور على الميزه اللي ربنا خلقه بيها ويبتدي يشتغل بيها، سواء بقى كانت موهبه، كانت صفه، ايا كانت، فاهمين عايزه اقول هو هيقدر ينجح. ففي ناس بجد بجد هيبقوا مليونيرات، هيعرفوا يعملوا، بالذات الروحانيين يا جماعه، بالذات الروحانيين اللي هم هيبقوا متجزرين. يعني ايه متجزرين؟ يعني الروت شاكرا بتاعتهم اللي هي شاكرا الجذر متشافيه. والناحية التانية، الناس اللي هي كانت السنوات اللي فاتت كانت سهلة عليها جدا الأذية، اللي بيستسهلوا الأذية، عشان تبقوا عارفين، لأن هو زحل الحوت هو فترة روحانية جدا، فكل حد عمل حاجة هترجع له. فخلوا بالكم الحتة دي. فهو هيبقى عندنا نوعين من الناس، ناس هتعرف تعدي وتكمل، وهيبقى في مرونة في التعامل في أفكارهم وفي مشاعرهم، فهيعرفوا يوصلوا ويبقوا ملايين فعلا، هيبقوا من أصحاب الملايين. وفي ناس هتقف، يعني هيحسوا عارفين هم ايه، متسلسلين، كل ما يبتدوا يقربوا من حاجه بتقف لهم، كل ما يبتدوا يحاولوا يغيروا من حاجه بتقف،
افعالهم هنا يا جماعه هتبقى بتقف. انا لسه هتكلم في توائم واخدين اموال من توائمهم، وفي توائم وعدوا توائمهم ان هم هيعملوا معاهم مشاريع. ومش عايزه اقول ده الصوره الكبيره، الصوره الروحانيه الكبيره، ان انتوا ما تسمحوش لاي حد ان هو لا يتلاعب بيكم ولا يتلاعب بمشاعركم وتقفوا وتاخدوا حقوقكم ايا كان مين الشخص. صوره لطيفه خالص، بالذات ان انتوا اصلا عندكم من الناحيه التانية كصوره بقى عالميه، انتوا عندكم اصلا في صراع حاصل ما بين الاقتصاد العالمي القديم والاقتصاد العالمي الجديد. اوكي، الاتنين اللي قاعدين بيتخانقوا. واعتقد لو انتوا لو تابعتوا كده تويتر، على تويتر شوفوا ايلون ماسك كل شويه قاعد بيطلع. شوفوا عيلة ويليام، العيلة بتاعت العيلة ملكة وإليزابيث والكتاب اللي اتكتب. شوفوا الفضايح والأسرار اللي قاعدة بتتقال دلوقتي. فهو أصلا ككون بقى ككوكب هو في صراع عليه حاصل 1% من الآخر كده خلاص. فانتوا هتلاقوا الناس اللي هي بتظلم هيلاقوا ان هم مش عارفين يروحوا منين، مش عارفين يلاقوها منين. تمام، فخلوا بالكم قوي من الحته دي. نصيحه مني، راجعوا نفسكم. لو حد عنده حاجه كده او حاجه كده او شاكك في حاجه، الحقوا نفسكم قبل ما الدنيا. ما تستنوش لما كل حاجه تتهد قوي، لانها هتبقى يعني ما تستنوش لما الجسد المشاعري يتهد بتاعكم جامد للاخر. بصوا بقى تاني، انا عايزه بس ارجع ااكد على حاجه، عشان المفهوم بتاع في مفاهيم الغلط بتاعت علاقه توأم الشعر اللي بيتقالوا. ان لا، هي مش اولا العلاقه دي ما بتحصلش لكل الناس، والعلاقه دي لاشخاص معينه فعلا هم بيبقوا ربنا منزلهم علشان الهدف دوت او الدور دوت خلاص. ومن حياه لحياه انتوا بتبقوا توائم شعل، عشان تبقوا عارفين. يعني هي مش صدفه، هي الفكره ان احنا عشان بننسى فما بتبقوش عارفين، بتفتكروا ان هي بس على قد الحياه اللي انتوا فيها ديت. بس الكلام ده غلط. انتوا دلوقتي لما هنحكي حاجات كتيره قوي يا جماعه، هتبتدي تجمعوا الخيوط كلها ببعض. هتبتدوا تكتشفوا ان انتوا من حياه لحياه لحياه لحياه. انتوا متخيلين؟ فدي حاجه اوكي. ولا مش توأم الروح بعد كده بيظهر، لا هو اصلا توأم شعلة. لو انتم مكملين في التشافي بتاعكم وواصلين لوحدتكم النفسيه ومظبطين كرماتكم. خلوا بالكم من كلمه الكرمه دي، هتكلم فيها كتير جدا في الفيديو دوت. الفيديو ده اعتقد هيبقى طويل قوي. انتوا اتعودتوا بصوا انتوا اتعودتوا عليا خلاص تمام. فاحنا هنقعد مع بعض يعني ايا كان بقى. انا هقسمه ازاي مش عارفه بصراحه، بس انتوا هتكتشفوا معايا. فعامه عايزه اقول لكم بس على حاجه، ان هو لا توأم. بصوا، لو ما حصلش يعني لو في توأم اللي هو توأم الأوعى بالعلاقة، لو وصل خلاص لوحدته النفسية وخلص الكارما بتاعته، واللي فيه التوأم بتاعه لسه في حالة رفض أو إنكار، أو لسه في حتة كارماته، لأن انتوا الاتنين بيبقى عليكم كارما. وهبتدي أحكي لكم بالظبط إيه اللي بيحصل. أوكي، ممكن يطلع في الحالة دي فقط، بيطلع اللي هو الطرف الرابع. والطرف الرابع بيبقى غير الطرف الثالث يا جماعه. الطرف الرابع يبقى فعلا من العيله الروحيه بتاعتكم، هو اصلا نازل عشان يساعد، هو عقد حب تمام. هو بيبقى جاي كاهداء، ان هو ربنا بمكافاه للتوأم اللي خلص الشغل بتاعه. لكن فكره، لان انا الناس كتير بتقولي ده العادي ان احنا يتقابلوا توأم شعله وبعد كده توأم روح. لا، انتوا كده تاكدوا ان انتوا مع توأم مزيف اساسا من الاول خلاص. المعتقد التاني بقى اللي انا برضو عايزه اتكلم فيه، ان انا لاحظت ان في ناس كتيره هم مش في علاقه توأم شعله، بس هم مصرين ياخدوا العلاقه دي. هم بيحاولوا يفهموا، فبيفهموها بطريقه الشوكه والسكينه والقلم والورقه. عارفين الطريقه دي اللي هو 1+1 لازم يساوي 2. العلاقه دي بالذات يا جماعه ابعد ما تكون عن كل الحسابات اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها دي. وانتوا هنا، انا هنا بقصد اليانج او الناس اللي هم مش توائم شعله خالص. العلاقه دي بالذات هي اصلها جايه عشان توصلكم للاتحاد مع الله. انتوا في ناس تسمع اتحاد مع الله بيخافوا، ما بيبقوش فاهمين يعني اتحاد مع الله دي. يعني وحده مع الله، يعني وحده مع الخطه الالهيه اللي ربنا رسمها لكم وانتوا نازلين الاساس بتاعتها ان هي جايه ترجعكم لربنا. ده الاساس بتاع العلاقه دي. تخيلوا بقى خلاص. فاحنا يعني ابسط حاجه، احنا مؤمنين ان ربنا موجود مع ان احنا مش شايفينه. اوكي، هي علاقه كلها قايمه على الايمان، علاقه كلها قايمه على اليقين، علاقه كلها روحانيه. عشان كده احنا بنسميها هي علاقه روحيه تماما. لا فيها، لو مهما حاولتوا ان انتوا تحطوا لها حسابات وورقه وقلم هتتعب. يعني هي اختبارها ان انتوا تبقوا ماشيين من الحدس بتاعكم، من ارشادكم خلاص، مش لا من ورقه وقلم بقى وحسابات بقى ومش عارفه لازم يبقى في تطابق مش عارفه فين. لا لا لا، هي مش كده خالص. تمام.
العلاقه دي خليني اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين انا بحب اشبهها بايه؟ عارفين المسلسل كان فيه في رمضان، انا مش فاكره رمضان اللي فات بقى ولا اللي قبله، رمضان اللي هو كان مسلسل اسمه جزيره غمام، مش عارفه شفتوه؟ عارفين عرفات؟ عرفات يا جماعه، هو عرفات ايه؟ هو على فكره المسلسل، على فكره المسلسل حلو جدا يا جماعه. هو المسلسل على فكره اكتر تحسوه اللي هو اصلا بيحكي على الصحوه الروحيه، بس بطريقه زي ما قلت لكم السينما كتير قوي بتستعمل، بيبقوا عايزين يدوا حته عميقه للناس، بس هم خايفين انها ما تتفهمش، بيحطوها في مسلسل درامي فبتطلع تحفه. عرفات احنا هو ايه؟ هو الحج، صح؟ احنا دايما بنرمز لعرفات للحج، تمام؟ واحنا بنروح نحج ليه؟ عشان نرجع ابيض، صح؟ عشان نرجع صافين نقي نفسنا. هو كل الفرق ان احنا بنحج جوانا. هو الاحداث بتاعه اللي هو المشوار بتاعه قاعد كان ايه؟ خلوا بالكم ان هما كانوا 3 اشخاص اتربوا مع شيخ، واتربوا بالمفروض ان هي نوع من يعني طريقه والمفروض ان هما ال3 اخدوا نفس التعليم واخدوا نفس التربيه، ولكن هي دي الحياه، كل واحد فيهم طلع عنده مخاوف معينه. والشيطان هنا كان متمثل في خلوه ايه؟ هو بيعرف المخاوف بتاعه الناس، كل حد نفسه في حاجه بيخوفوا بيها ويديها له في نفس الوقت. ال3 اتربوا في بيت الشيخ، ولكن كل واحد فيهم اخد طريق، والاتنين بالعكس انقلبوا كمان على التالت بتاعهم اللي المفروض ان هم كانوا متربيين معاه، تمام؟ عرفات هنا في القصه بتاعته ايه؟ هو في مشهد كان انا بشوفه مشهد عبقري بصراحه، ان هو في رحله الحياه بتاعته هو لقى زي مرشد طلع له في الصحراء خلاص، وكان في بير، فقال له ايه المرشد دوت؟ قال له ايه؟ او الشخص دوت اللي قبله قال له ايه؟ قال له نط في البير. فساعتها عرفات قال له ايه؟ قال له اهو ده اللي ناقص كمان، صحوه روحيه بالظبط. قال له نط في البير، قال له نط هات عرفات، رجعوا اللي هرب من ربنا رجعوا تاني لربنا. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في الصحوه الروحيه. الصحوه الروحيه هي جايه كلمه اصلا، هو يوم القيامه جايه من القيام، الصحوه. احنا كلنا هتلاقوا لما بنخش في حته الصحوه الروحيه هتلاقينا ايه؟ بنفكر هم دول اهالينا بجد ولا احنا خلوا بالكم دي كلها ايجو، عشان تبقوا عارفين. هتبقى فكره ان انا بنت فلان وانا بنت علان وانا من العيله اللي احنا بنقول عليه يوم القيامه كل واحد هينفر وهيبعد من اهله من عيلته من عشيرته وهيفكر بس في نفسه. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الصحوه الروحيه، ان احنا بنرجع بقى للفطره. هو احنا مين؟ هو احنا ربنا خلقنا ازاي؟ هو احنا احنا روح،